لحظة إذا تسمح لي، لا تتخطى الفيديو، لأن أكو موضوع جدا مهم غافلين عنه، وهو تعلم القرآن بالصورة الصحيحة وبالحركات الصحيحة. لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نقطة رأس سطر. خيركم من تعلم القرآن، يعني أفضل عمل تقومون به هو تعلم القرآن وتعليمه. وكذلك القرآن يعتبر كتابنا، هويتنا نحن كمسلمين، وينظم علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع بعضنا البعض. زين أنا شلون أطبق أحكامه إذا ما أعرف التلاوة الصحيحة أو القراءة الصحيحة له؟ للتعلم قراءة القرآن أو لكي أصل إلى مرحلة أقرأ القرآن بالصورة الصحيحة، فهناك قواعد. القاعدة الأولى، شلون راح أتكلم بدون تكلف على مود المعلومة توصل ببساطة؟ شلون أوظف الحركة على الحرف؟ احنا بالقرآن الكريم عندنا أحرف وعندنا حركات. الحركات باللغة العربية 3: ضمة وكسرة وفتحة. أغلب الناس عندما يقرأ القرآن يعرف أنه هذه ضمة وهذه كسرة وهذه الفتحة، لكن لا يعرف كيف يلفظها. هاي مشكلتنا ما نعرف شلون نلفظ الحركة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين أو رب العالمين، يلفظها هكذا، ولكن هي الصحيحة شنو؟ أحسنتم، ربي، لأن مكسورة عليها كسر. إذا ما تقول إي ما تجي حركة الكسرة، وإذا ما أقول ما تجي حركة الفتح، وإذا ما أقول أو ما تجي حركة الضمة. فهاي أول قاعدة. وكذلك عندنا خطأ شائع في سورة الفاتحة: إياك نعبد. الباء عليها ضمة، هو شو يسويها أو هي شو تسويها؟ تكسر الباء، فشو تصير؟ نعبد. هي الصحيحة شنو؟ نعبد. إذا ما أضم الشفتين ما تطلع حركة الضم بالصورة الصحيحة. إياك نعبد وإياك نستعين. فضلا وليس أمرا تعملون متابعة للحساب، ونريد نصعد الفيديو إلى أكبر قدر ممكن من الناس حتى تعم الفائدة. وجزاكم الله خير الجزاء.